ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. يا رب تكونوا بخير. انا اريج، والنهارده هنتكلم عن ازاي ترجع تحب القرايه تاني. في فترة كبيرة عدت عليا السنة اللي فاتت واللي قبلها، كانت القراية مجهود، حاجة صعبة أنا مش عارفة أعملها لأن هي ما بقتش ممتعة خالص، وده دخلني في دايلما من الامبوستر سيندروم. هل أنا فعلا بحب القراية ولا أنا عايزة أقرأ عشان الناس تقول عليا إن أنا شخصيتي جزء فيها بيقرأ، إن أنا أعمل حاجة عشان أبهر الناس اللي حواليا مش عشان أنا بحب أعمل الحاجة دي. خدت وقت كبير قوي ومجهود كبير قوي عشان أعرف أرجع أحب القراية تاني، عشان أعرف أحس إن أنا فعلا كنت عايزة أعمل ده عشان أبقى مبسوطة بيه، مش عشان ألفت انتباه أي حد حواليا. وعشان كده أنا جاية النهاردة أتكلم معاكم عن إيه الحاجات اللي ممكن نعملها تخلينا نرجع نحب القرايه تاني لو احنا عندنا بريدنج سلامب طويل قوي او غير العادي، لان انا عارفه ان الريدنج سلامبس بتبقى موجوده كتير قوي بين الناس اللي بتحب القرايه، او لو حد عمره ما قرا قبل كده بس نفسه يبدا بشكل او باخر ومش عارف يبدا منين. ممكن التبس دي تساعدكم ان انتوا تعرفوا تبداوا تقروا بعد كده وتخلوا القرايه كمان حاجه ممتعه ليكم. النهارده هنتكلم مع بعض عن 10 حاجات تقدر تساعدنا نرجع نحب القرايه تاني. احنا طبعا في سنه جديده، شهر جديد، بدايه جنريشن جديد كامل هيتولد السنه دي. بنحب البدايات، بنحب بدايه السنه، بدايه الشهر، بدايه اليوم، اعياد، اي حاجه مميزه نقدر نحس فيها ان احنا هنبدا بدايه جديده، ان احنا ممكن نبقى شخص جديد دلوقتي، وده بيشجعنا وبيعزز جوانا طاقه ايجابيه كبيره قوي تقدر تخلينا نعمل حاجات احنا عمرنا ما كنا متخيلين ان احنا نعملها في اي يوم تاني عادي في السنه. ومن الحاجات دي اغلب الناس بتحب تحط لنفسها جول للقرايه. ده ممكن يكون سلاح ذو حدين على حسب احنا نختار ايه. انا بقالي تقريبا 5 سنين دلوقتي كل ما بعمل الجود ريدز جول بتاعي للكتب بختار كتاب واحد بس، لان انا من الناس اللي مش بتحب البريشر ان هي محتاجه تحقق تارجت معين في حاجه معينه، خصوصا لو دي هوايه انا بحبها. لو انا بقرا كتب مش عايز احس ان انا طول الوقت بريشرد ان انا لازم اخلص الكتاب ده عشان ادخل في الكتاب اللي بعده عشان ادخل في الكتاب اللي بعده عشان اوصل للتارجت اللي انا بحاول اوصل له. فممكن وقتها اختار كتب قصيره بس لمجرد ان انا عايزه اخلص التارجت، مع ان انا الكتب دي عمري ما كنت هقراها في سيناريو تاني. ممكن اختار كتب انا ما بحبهاش او ريكومندد من حد انا مش واثقه في رايه لمجرد ان انا عايزه انجز ادور على كتب اعرف اقراها، فما اختارش كويس وما اختارش الحاجات اللي انا فعلا بحبها وعارفه ان انا هستمتع وانا بقرا. وده بيخلي شعوري تجاه القرايه شعور مش لذيذ، لان انا بقيت حاسه ان هي تاسك، خلاص دي حاجه ورايا، انا كل يوم هحط في التو دو ليست بتاعتي ان انا اقرا عشان اوصل للتارجت ده بدل ما استمتع بيه. على الصعيد الاخر في ناس عادي بتحب جدا ان هي تحط لنفسها جول. في ناس بتحب تحط لنفسها 52 كتاب في السنه لان هم عارفين ان هم 52 اسبوع فكل اسبوع هتقرا كتاب. في ناس بتحب تحط 100 كتاب، في ناس بتحب تحط 150 200 براحتهم. اهم حاجه يكون الجول ده مريحهم. في ناس بتتشجع جدا بفكره ان هم محتاجين يقروا 100 كتاب في السنه فبيجروا جوه الكتب وبيبقوا مبسوطين بيها برضو. فاول ستيب معانا هي ان احنا نحط لنفسنا تارجت، مش مهم التارجت ده ايه، المهم ان التارجت ده يكون مريح لينا احنا وعارفين ان احنا هنقدر نعمله من غير ما نحس ان احنا ستريسد. تاني حاجه ويمكن دي تكون جزء مصغر من اول حاجه، وهي ان احنا نعمل لنفسنا ديلي جول او ويكلي جول. يعني ما نفردهاش على الصوره الكبيره للسنه ان احنا هنقرا عدد كتب معين في السنه كلها، وننسى ان احنا محتاجين نقسم دي لتاسكات صغيره بحيث ان احنا نقدر نعملها على مدار فترات طويله من غير ما نحس ان احنا زهقنا. لان احنا كل ما نبص لبعيد قوي ونقول احنا قدامنا وقت طويل قوي عشان نقدر نقرا 50 كتاب او 100 كتاب، وبعد كده تدريجيا الوقت بيبدا يقل 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 لحد ما نلاقي نفسنا خلاص السنه قربت تخلص واحنا كنا فاكرين ان الرقم ده هنقدر نعدي بيه طول السنه وهيبقى سهل جدا، ونلاقي نفسنا مزنوقين في الاخر. فمن الحاجات اللي بتساعد ان احنا نعمل نفسنا على الاقل ويكلي جول، مش لازم ديلي جول. يعني في ناس بتحب تعمل ديلي جول ان هو على الاقل هيقرا 10 صفحات في اليوم، في ناس بتحب تعمل ويكلي ان هو مثلا انا هخلص كتاب الاسبوع ده او انا هقرا 100 صفحه الاسبوع ده، على حسب ما يريح الانسان. من الحاجات اللي بتساعد كمان في النقطه دي ان احنا نخلي في بارتنر معانا بيتراك البروجرس بتاعنا، او زي ما تقولوا بيحاسبنا ان احنا لو عملنا الحاجه دي مثلا هيدينا ريورد معينه، او لو ما عملناش الحاجه دي هيحرمنا من حاجه معينه. ثالث حاجه ودي من الحاجات اللي فعلا بتشجع وبتخلي الواحد ان ذا مود، لان هي في اي هوبي في اي اكتيفيتي اي انسان ممكن يعمله هتفضل تشجعه، وهي ان احنا نبادي ريد. يعني يبقى في معانا فريندز بيقروا معانا. مش شرط الفريندز دول نكون عارفينهم في المجتمع بتاعنا، ده ممكن يكون صعب ان انت تلاقي واحد في الفيزيكال بليس بتاعك بيكون بيقرا هو كمان وبيقرا نفس الكتب اللي انت بتحب تقراها. من اللي بيساعد في ده ممكن تحمل ابلكيشن زي ستوري جراف زي فيبل، دي بيبقى عليها ريدنج جروبس، وكمان بتبقى متقسمه اوقات خصوصا على ستوري جراف بالشابترز. يعني هو بيقول لك مثلا اول جزء من الكتاب ده يكون فيه ممبرز، والممبرز لسه ما خلصوش الحته دي، فلما يتكلموا مع بعض يقدروا يتكلموا في حته انت قريتها، فعارف ان انت مش هتبقى سبويلد او مش هيتحرق عليك حاجه من الاجزاء اللي بعدها. وده بيبقى حلو قوي برده في التراكنج بتاع القرايه، لان انتوا كلكم مع بعض بتحاسبوا بعض ان انتوا لازم تخلصوا الجزء ده في فتره معينه عشان تنتقلوا مع بعض للجزء اللي بعده. ممكن على فيسبوك، في فيسبوك جروبس كتير،
في انستجرام بوك كلابس، يعني هتلاقوا فرص كتير جدا لاي حاجه. لو حد مش عارف حاجه ممكن يسالني وانا ارشح له اماكن معينه في الكومنتس. بس البادي ريدنج من الحاجات اللي هي في انستنت جراتيفيكيشن حلو قوي. انت بتحس انك ساتيسفايد ان انت بتخلص الكتاب، فصحابك بيخلصوا الكتاب معاك وبتتكلموا مع بعض عن الاحداث اللي حصلت وتحليلاتكم وافكاركم وذوقكم في كل حاجه. رابع حاجه ان احنا ناتاتش الهوبي دي او القرايه لحاجة تانية احنا بنعملها اصلا او بنحاول نواظب عليها في الفترة دي. مثلا الصبح بتعملوا حاجة سخنة، بتعملوا فطار، تربطوها معايا، تقولوا انا مثلا بعد ما هشرب الحاجة السخنة او بعد ما هعمل الفطار انا هقرا 10 صفحات مثلا. وانتوا في الطريق للشغل لو الفتره دي بتطول، او بتركبوا مترو، بتركبوا باص، بتبقوا عارفين ان في فتره هتعدي عليكم، ممكن تربطوا ده بان انتوا هتقروا في الوقت ده لحد ما توصلوا للمكان اللي انتوا رايحينه. بالليل وانتوا بتعملوا تاسكس، بتعملوا حاجه ما فيهاش دماغ، مثلا عندكم اودي بوك جاهز ممكن تشغلوه وتسمعوه وانتوا بتشتغلوا، لو انتوا هتقدروا تركزوا والاتنشن سبان بتاعكم هيسمح لكم ان انتوا تعرفوا تركزوا في حاجتين في وقت واحد. انا اوقات كتير قوي ما بعرفش للاسف، فدي مش بتساعدني قوي. خامس حاجه ان احنا نعمل حاجه كده زي سبيد ران. السبيد ران برضو من الحاجات اللي بتساعد قوي في كل الهوبيز مش في القرايه بس. ان احنا مثلا على حسب الويكلي جول اللي احنا عملناه، احنا قلنا مثلا هنقرا 100 صفحه في الاسبوع، او احنا هنقرا كل يوم، او ايا كان هنعمل ايه بالظبط. بنقول ان احنا عشان نعرف نبدا الحاجه دي وحاسين ان هي صعبه علينا، بنستغل ال5 minute rule. لو الحاجه دي هتاخد 5 دقايق او اقل في ان هي تتعمل، نبدا نعملها دلوقتي وما ناجلهاش لحاجه بعد باقي الحاجات كلها ما تتعمل. ان احنا هنقرا مثلا لمده 5 دقايق، انت لازم تقعد دلوقتي تقرا لمده 5 دقايق من غير اي معوقات، من غير اي interruptions. واول ما ال5 دقايق دي تخلص، انت ممكن تحدد عايز تكمل في اللي انت بتقراه ولا عايز تقوم تعمل حاجه تانية. ندخل اكتر بقى بعيد عن الحاجات التقنيه اللي ممكن تشجعنا على القرايه، وفي الحاجات العاطفيه او السنتمنتال اللي ممكن تخلينا نقع في حب الكتابه. ودي خصوصا للناس اللي مش متعوده على القرايه قوي، او لسه عايزه تدخل في القرايه وتكتشف هل هي بتحبها ولا لا. ان احنا نقرا كتب عن افلام احنا بنحبها. اكيد في افلام كتير قوي احنا كلنا اتفرجنا عليها كانت اصلها كتب. في افلام فعلا كانت بتطور عن الكتب، فمعروف ان الفيلم ده حلو قوي والكتاب مش حلو. دي ممكن نسيت تصايد خالص، لازم نشوف الاول قبلها ريفيوز بتاعه الكتاب هل هي تستاهل ولا لا. لان احنا مش عايزين ندخل في سايكل ان احنا نقرا كتاب اصلا مش حلو، فده يدخلنا في سلام، فنبقى مش عايزين نكمله، فما نكملش قرايه خالص. فممكن نشوف الافلام المفضله لينا اللي احنا بنحبها، ونشوف ريفيوز للكتب بتاعتها على جود ريدز او على اي ابلكيشن تاني انتوا بتضمنوه، وعلى اساسه تحددوا هل ده يستاهل ولا لا. سابع حاجه وهي الري ريدز. في ناس كتير عندها مشاكل تجاه الري ريدز، ان هو ما بيقدرش يكونسيوم الميديا بنفس الطريقه مرتين. يعني في ناس ما تحبش تشوف الفيلم اكتر من مره، في ناس ما تحبش تقرا الكتاب اكتر من مره، تروح مكان تاكل اكل اكتر من مره، فده بيبقى ستراجل شويه. بس في ناس تانية بتحب ده. فلو في كتب انتوا قريتوها زمان قوي مثلا وانتوا صغيرين وفاكرين ميموريز ليها في دماغكم، بتحسسكم كده باحساس بالدفى، انها كوزي، فلاش باكس، نوستالجيا للفتره اللي انتوا كنتوا بتقروا فيها الكتاب ده لاول مره وحابين تقروها تاني، ده بيبقى بدايه حلوه جدا ان الواحد يرجع يحب القرايه تاني. لان وهو بيريد الكتاب بيفتكر كل اللحظات اللي عدت عليه وكان مبسوط فيها وهو بيقراه لأول مرة، وده بيشجعه ان هو يدخل في المود فيبقى عايز يقرا كتب تانية تحسسه بنفس الإحساس. تامن حاجة، ودي مش لكل الناس برضو مش هكدب عليكم، بس ان احنا نستخدم الاوديو بوكس. اوقات كتير بنبقى حاسين ان احنا عايزين نقرا واحنا مستعدين فعلا للقرايه، بس احنا ما عندناش المنتال ايفورت اللي يخلينا نقعد نمسك كتاب ونقراه بعينينا. بنبقى محتاجين ايد، محتاجين مساعده، محتاجين زي منتور لينا يلتزم بالقرايه واحنا سامعينه. فده يخلينا ان احنا نسمع اللي احنا محتاجين نسمعه. ولو كنا قريناه ممكن عينينا تسرح، ممكن نعيد نفس الباراجراف مرتين، ممكن الكلام ما يدخلش جوه دماغنا وما نقدرش نفهمه كويس. بس لما حد يكون بيلقنه لينا بيبقى اسهل شويه ان احنا نعرف نندمج مع الاحداث من غير ما نحس ان احنا بنبذل اكتيف ايفورت عشان نعرف نركز. دي كمان نقطة مهمة قوي على فكرة، بتساعد الناس اللي ممكن يكون عندهم ADHD أو anxiety أو مش عارفين يركزوا، فهو بونص كويس. في ناس بتقعد تأرجيو إن الأوديو بوكس مش قراية، أنت كده بتقراش، أنت بتسمع واحد بيكلمك زي بودكاست، زي برنامج على الراديو، يبقى فين القراية في كده؟ ودي أرجمنت ضعيفة جدا حقيقي، لأن إحنا مش بنقيم القراية بوجهة نظر حد فينا، كل واحد عايز يقرا بالطريقة اللي هو عايز يقرا بيها، وما دام الأوديو بوكس بتريح حد معين خلاص هو يقرا بالطريقة اللي هي بتريحه وما يفرقش معاه أي حد تاني. رقم 9، ويمكن دي الحاجة اللي أنا فعلا أثرت فيا وشجعتني جامد قوي ان انا ارجع في المود القرايه كذا مره على مدار السنين اللي فاتت، ان احنا نشارك في ريدنج ماراثونز. الريدنج ماراثونز من الحاجات اللي دايما بتحمسني لما بكون داخله فيها. هتلاقوا كتير على الشانل بتاعتي بتكلم عن ماراثون بعينه اسمه الماجيكال ريداثون.
اتكلمت عنه في كذا فيديو، هعمل لهم لينك فوق. لكن الماراثونز بغض النظر عن ان هي كمان بيبقى فيها عدد كبير بيشارك في وقت واحد، فده بيشجع الناس ان هم كلهم عايزين يكاتشاب لبعض، بيبقى فيها برومبتس، والبرومبتس دي بتخلي الواحد يبقى عارف هو يقرا ايه. لان اوقات كتير احنا بنقول انا عايزه اقرا، بس عايزه اقرا ايه؟ قدامي possibilities كتير قوي، قدامي جونرز كتير قوي، انا مش عارفه اختار انا عايزه اقرا ايه، فهعمل ايه؟ البرومبتس دي بتلمت اختياراتك للكتب، بتخليك عارف ان انت لازم تقرا كتب معينه عشان تفت البرومبتس دي وتحققها. فخلاص انت بقيت عارف، بدل ما كنت قدامك اختيارات من 100 كتاب مثلا، بقى قدامك اختيارات من 5 كتب، فانت هتعرف تسهل اختيارك اكتر، هتعرف تحدد بالظبط الحاجه دي هتبقى انت في المود ليها ولا لا. انا شاركت في ريداثونز كتير قوي، وخصوصا الماجيك ريداثون من الحاجات اللي انا فعلا بحبها، لان هي مش مجرد ريدنج ماراثون، لا دي عالم كامل فيه elements كتير قوي، بس مش بس القرايه، في حاجات كتير، وفي حاجات فن، وفي حاجات نقدر نعملها جنب القرايه بتخلي القرايه حاجه ممتعه اكتر، لان هي بتخليها فيسرال اكتر او فيفيد اكتر او واضحه اكتر في دماغنا، وبقت مرتبطه بحاجات بتخلي الواحد متحمس، فبيبقى عايز يكمل قرايه حتى بعد ما الماراثون بيخلص. اخر حاجه، ويمكن دي اكتر حاجه واضحه لينا بس اوقات كتير بننساها او بنتغاضى عنها وبتسبب لنا ازعاج كبير قوي، ولكن هي في الواقع حاجه بسيطه جدا، ان احنا نقرا كتب احنا بنحبها. ده ممكن يكون صعب خصوصا في البدايه لو احنا مش عارفين ايه ميولنا، ايه الحاجات اللي احنا بنحب نقراها، لكن لما نبدا ندخل في المود وبدأنا نعرف احنا بنحب ايه مش بنحب ايه، هنقدر نتعلم ناخد ريكومنديشنز صح، ان احنا نتفرج على يوتيوبرز بيقروا فنعرف نشوف هل الشخص ده ذوقه زي ذوقي ولا لا. لان هو ممكن يكون بيشكر في الكتب بطريقه جامده جدا تخلي الواحد عايز يجري يقوم يقرا الكتاب دلوقتي، ولكن اوفر اول ممكن يكون هو اصلا ذوقه في الكتب مش زي ذوقك في الكتب. ده مش معناه ان هو بيكذب لما هو قال على الكتاب اللي هو قراه ده حلو قوي وانت جيت قريته ولقيته زي الزفت، ملوش اي علاقه. هو فعلا حب الكتاب ده، هو ذوقه في الكتب خلاه يحب الكتاب ده، لكن انت ذوقك في الكتب مختلف، عشان كده مش حاسس او مش عارف تفهم هو ليه بيتكلم عن الكتاب ده بالطريقه دي. عشان كده دايما هنصح الناس ان هي تبعد عن الهايب، تبعد عن الاوفر هايب بوكس. لو واحد لسه بيبدا قرايه غالبا هيميل للهايب، هيشوف الكتب اللي كل الناس بتقراها وكل الناس بتشكر فيها وهيبقى عايز يقراها هو كمان، لكن في الواقع مش هي دي الكتب اللي بالضروره هتعجبك انت. خصوصا انا لقيت اغلب الوقت ان معظم الكتب الاوفر هايبد او اللي كل الناس بتتكلم عنها وبتديها ريفيوز عاليه، انا لما بقراها بحس ان انا ديسابوينتد. واوقات كتير بقرا كتب ممكن تكون واخده ريتنج وحش قوي على جود ريدز واتبسط انا بيها جدا. عشان كده مش لازم نحط نفسنا تحت البريشر بتاع ان احنا لازم نقرا الكتب المشهوره ولازم نحبها لان كل الناس حبتها، اشمعنى انا لوحدي ما بحبهاش. عشان كده لازم نكيب تراك الريكومنديشنز بتاعتنا بتيجي منين. لازم تيجي من حد بنثق فيه، يوتيوبر احنا اوريدي بنحب الكتب اللي هو اداها 5 ستارز قبل كده، فاحنا عارفين ان احنا بعد كده لما ناخد منه ريكومنديشنز هنبقى واثقين ان هي ممكن تعجبنا بنسبه على الاقل 80%. او حد من صحابنا بيحب القرايه، مش بالضروره يكون عنده سيميلر تيست لينا، بس هو عارف التيست بتاعنا ايه، فهيقدر يدينا ريكومنديشنز مناسبه لشخصيتنا، حتى لو الكتاب اللي هو بيريكومند لينا هو ما عجبوش اصلا، بس هو عارف ان هو هيبقى مناسب ليك انت، فيديك ريكومنديشن على الاساس ده. دول 10 حاجات ارشحهم للناس اللي نفسها ترجع تحب القرايه تاني، اللي عدت بريدنج سلامب اطول من الطبيعي ومش عارفه ترجع تاني، الناس اللي لسه بتحاول تبدا في القرايه ومش عارفه تبدا منين. يمكن حاجه من الحاجات دي تقدر تساعدكم، اتمنى انها فعلا تقدر تساعدكم وان انا ما اكونش بقول اي كلام. مبسوطه ان انا عرفت اديكم ولو جزء صغير من الحاجات اللي انا اتعلمتها على مدار السنين، وان شاء الله تكون حاجه تقدر تساعدكم ان انتوا تعرفوا تحبوا حاجه كنتوا بتحبوا تعملوها من زمان ووحشتكم زي ما هي كانت وحشاني. اشوفكم الفيديو الجاي.